مباشرة بعد تداول الوثيقة الموقعة من طرف باشا ترودونت، والتي طالب من خلالها جميع الباعة بالتوقف عن بيع البرقع والتخلص منه في ظرف 48 ساعة. ربطت أخبار بالفيديو الاتصال بمسؤول بارز بلجي هاوز أكد لنا صحة هذه الوثيقة، ويوضح هذا الإشعار بأن جميع الباعثين سيتخلفون عن تطبيق مضمون الإشعار، سيتم الحجز المباشر لسلعهم، مشيرا إلى ضرورة الامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا. وعلاقة بالموضوع، فإن مصدر أخبار بالفيديو أكد بأن السلطات قامت في العديد من الأسواق بمعاينة المحلات التي تبيع البرقع، وسلمت الإشعار الخاص بضرورة التخلص منه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.